بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحبل ممتد من هذا المسجد، من قريب من المسجد المنصورة هذه إلى بيت الرجل هذا اللي يمشي الآن عمى. يعني هذا يقود واحد المسجد. هذا هو المسجد، هذا المسجد، هذا الحبل. الحبل الآن وضع الحبل حتى يذهب إلى البيت وإلى المسجد عن طريق الحبل، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. الله أكبر. يعني الحبل وينتقل من بيته إلى المسجد. هذا كيف الآن يتساهل كثير من الناس يعني. تأمل في هذا الرجل كبير في السن وأعمى وما عنده قائد يقوده إلى المسجد، لكنه يفعل أمر عجيب جدا. هذا الرجل يا جماعة اللي تشوفونه الآن أمامكم جعل حبل من البيت إلى المسجد، وهو مع هذا الحبل 5 مرات في اليوم والليلة يجيب منادي الله سبحانه وتعالى: حي على الصلاة، حي على الفلاح. والله إن الفلاح والسعادة والنور والنجاح أن يحافظ الإنسان على 5 صلوات في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. وش اللي حركه يا جماعة؟ وش اللي خلاه مع هذا الحبل يوميا 5 مرات؟ لم يعذر نفسه لأنه سمع بحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. لأن الرسول يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. لأن الرسول إذا حزب أمر يقول: أرحنا بها يا بلال. فأنت يا من ضيعت الصلاة، ويا من تنام عن الصلوات، ويا من أخرت الصلوات، ماذا تقول لرب الأرض والسماوات يوم القيامة؟ أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فيا جماعة والله إذا أردنا السعادة والله لن نجدها إلا بالمحافظة على 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات بأجر 50.